اهلا بيكم. حبيت اسيب لكم في اول الفيديو صوت الطاجن عشان تسمعوا الصوت الخطير ده قبل ما ابدأ معاكم. واكيد عرفتوا ان النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية جبار. لو اول مرة تشوفوا القناة مستنية اشتراككم فيها وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير. ويلا على وصفتنا. سخنت القنية حلوة قوي علشان خاطر هشوح فيها اللحمة دي الضاني. لو مش موجودة اللحمة الضاني نقدر ان احنا نستخدم اي نوع من اللحمة، بس احلى حاجة فيها ان هي لازم تكون ملبسة كده وفيها نسبة دهون كويسة. بصراحة نسبة الدهون ديت بتقلب الاكل حاجة تانية خالص، وخاصة في الطواجن. بوزع اللحمة بالشكل ده كده، وزي ما احنا متعودين بنحط الفلفل الاسود علشان نشيل اي زفارة ويديها الريحة الحلوة وهي بتتشوح. اول ما تبتدي تغير لونها ببتدي ان انا اقلبها علشان تاخد لون من جميع الجهات. انا محطتش اي دهون خالص في القناة علشان خاطر نسبة الدهون اللي فيها عالية. شايفين الدهون اللي نزلت منها؟ ويجي لون اللحمة كمان خطير كده. خلاص بقت وصلت للدرجة اللي انا عايزاها في اللون. هبتدي ان انا اعمل فتحة كده في النص. شايفين الدهون يا جماعة؟ وريحة الدهون الضاني او الدهنة الضاني اللي نازلة منها خطيرة. بحط كمان بصل مقطع صغير وهشوحه في الدهون ديت مع اللحمة. والبامية بتحب التوم الكتير، فعشان كده حطلها حبة توم حلوين حوالي معلقة كبيرة. والتوم ده كان فيه شطة، فعلشان كده انا مش هحط توابل فيها شطة خالص، لكن اللي يحب يزود يقدر ان هو يزود لو هو عاوز. البامية برضو بتحب انها تكون مشطشطة. حط لها عصير طماطم وعشان تدينا اللون الحلو بحط لها كمان معلقة من الصلصة. ادوب بس الصلصة كده حاجة بسيطة. بعد كده هبتدي ان انا اتبلها، والتتبيله على جزئين، هتبل الباميه وهتبل كمان اللحمه في الاول، فنراعي الملح والتوابل ما نكترهاش. هحط ملح، بهارات لحمه، بابريكا، توم باودر، وقرفه. دي كده تتبيلة اللحمه. وما ننساش السكر علشان خاطر الصلصه وكمان الطماطم. ونقلبهم حلو قوي علشان التوابل تتوزع على اللحمة كلها. وبنحط لها شوية مية بس سخنة كمان علشان تعادل معانا الطماطم والصلصة. وهسيبها تستوي. في طريقتين للتسوية. لو انت عندك حلة ضغط او غطا السنكرو تقدري ان انت تعمليها فيها 3/4 سوا، او ان انت توطي عليها النار وتسيبيها لحد برضو ما تستوي 3/4 سوا. وهي على النار انا في الوقت دهوت ببتدي ان انا اعمل الباميه. معايا دهنه ضاني، ممكن تستغنوا عن الدهنه ضاني لو مش عايزينها، تحطوا سمنه او زيت. اول بس ما باخد الدهون بتاعتها كده تقدروا ان انتوا تشيلوها لو انتوا حابين، بس انا سبتها بصراحه يعني تدينا طعم بقى الضاني طالما بقى بنعمل حاجه كويسه يعني. وحطيت بصل شرايح كده صغيره تتشوح بس حاجة بسيطة مع الدهن اللي موجود. اول ما يبتدي يدبل بحط البامية مجمدة، ما بغسلهاش وما بسيبهاش تفك خالص ولا تشيل حتى التلج اللي عليها. شايفين لونها ابيض ازاي؟ ان هي محطوطة بالتلج بتاعها، ما بنسيبهاش تفك. وما بتتغسلش البامية، ما بتتغسلش بعد ما بتتقمع. بامية تتغسل الاول حلوة قوي، وبعد كده تتنشف، وبعد كده تتقمع وتعملي فيها بعد كده اللي انت عايزاه. عايزة تشيليها، عايزة تطبخيها، دي حاجة راجعة عليكي، بس اهم حاجة ما تتغسلش بعد التقميع. بتنزل الفايدة اللي موجودة فيها كلها بعد ما تتقمع بتتغسل، وتنزل فيها المادة اللي موجودة فيها ديت، فبتضيع فايدتها بصراحة. وكمان بتبل هنا اهوت بملح وفلفل والبهارات وشوية حلوين من الكزبرة وحبة صغيرين كده من الكمون، بيديها طعم مع التشويحة ديت حلو قوي. ومعلقة كمان برضو من الثوم بتوديها في حتة تانية. تديها بس كده تشويحة لحد ما ريحة الثوم تظهر وتاخد من طعم الحاجات اللي محطوطة معاها.
خلاص كده بقت تمام وبقت جاهزة، واللحمة كمان بتاعتنا استوت. هبتدي ان انا افتح الغطا. شايفين اللحمة؟ درجة سوى اللحمة حسب ما انتوا عايزين. انا عشان بس بحب ان هي تكون دايبة فبسيبها تاخد راحتها قوي في التسوية. بعد كده بحط عليها البامية اللي احنا شوحناها مع بعض، وبقلبها مع اللحمة ومع الصلصة، وبسيبها على النار يا دوبك غلوتين علشان تاخد بس من طعم الصلصة، والبامية كمان تستوي معانا شوية. في الوقت ده انا كنت مسخنة الطاجن في الفرن علشان خاطر يبقى سخن معانا. طالما ان احنا هنحط حاجة سخنة فيه يبقى احنا نسخنه في الاول علشان الطاجن ما يبردش الخضار اللي احنا هنحطه، وكمان علشان ما ياخدش وقت طويل في الفرن على بال ما نبتدي ان احنا ان هو يسخن معانا وان هو يسوي معانا الخضار. كده خلاص نقلت البامية. في الاول خالص بحط الطاجن على النار العالية. اول ما يبتدي ان هو يغلي بنزل درجة الحرارة على درجة حرارة 200، وبسيبه لحد ما يستوي خالص ويوصل للدرجة اللي انا عاوزاها. وقرن الشطة ده اساسي بقى. كده بعد ما خرج من الفرن مع الليمون كده بقى تمام التمام. شايفين الشكل بتاع الطاجن والبامية؟ خطير، يجوع يجوع لوحده ويدفي في الجو اللي احنا موجودين فيه ده دلوقتي. طاجن بجد جبار، والريحة بتاعته مع اللحمة الضاني لا وهم بصراحة. شايفين البامية دايبة جدا، واللحمة كمان يعني كانت دايبة على الآخر. انا بحب بصراحة اللحمة لما بتكون دايبة كده، ما بحبهاش ان هي نص سوا او لا، لازم تكون دايبة. خطير خطير. اجي البامية واجي اللحمة، مننساش عصرة الليمون. مفيش بامية متنفعش من غير ليمون. مزاج مزاج عالي. اتفضلوا يا جماعة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بصراحة لازم يعني تعملوا له لايك وشير كتير الفيديو ده، لانه بصراحة فيديو جبار. اتمنى ان انا اشوفكم في فيديو جديد، ومستنية تعليقاتكم الجميلة، واقول لكم سلام وبالهنا والشفا.